يا ابني حرام عليك، اعقل كده واستهدى بالله. عاوز تتجوز لي واحدة أكبر منك ب15 سنة؟ ده اسمه كلام ده يا ناس؟ أيوة يا مهاب يا حبيبي، بابا معاه حق. ده جزاء تربيتنا ليك انت واخواتك، بدل ما تفرح قلوبنا بيك تروح تعمل كده فينا. دول كلمتين داروا بيني أنا ومهاب ابني وعمرو جوزي. أظن انتوا كده فهمتم جزء من الحكاية، بس لأ، الموضوع كبير قوي، وعشان تعرفوا أصل الحكاية يبقى لازم تسمعوها من البداية. بس الأول بدعوكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم دايما كل جديد من فيديوهاتنا، وشير للفيديو في مواقع التواصل بتاعتكم لو حبيتوه. وبينا نبتدي. أنا ناهد، متجوزة عمرو بقالنا أكتر من 25 سنة. عندنا 3 أولاد، خالد وزين. أما الصغير بقى فهو مهاب. خالد خاطب وزين لسه. أما مهاب فهو لسه يدوب مخلص ثانوية عامة السنة اللي فاتت. هو اتفاجئت بيه لما لقيته جاي بيقول لي أنا وباباه: بابا، هو أنا لو بحب بنت وعاوز أخطبها دلوقتي توافق؟ ابنك كبر خلاص يا ناهد وعاوز يتجوز. أنا بقول هخطب يا بابا، ما قلتش إني هتجوز. بس لسه بدري قوي يا حبيبي، أنا فاهم ومقدر مشاعرك، بس يا مهاب دلوقتي يا حبيبي مشاعرك ممكن تختلف بين يوم وليلة، وده طبيعي عشان لسه يعني سنك ما نضجش كفاية، فبلاش استعجال. لا، أنا لو مشاعري هتتغير كانت هتتغير من 3 سنين. نعم؟ يعني إيه؟ هو أنت البنت اللي بتحبها دي بتحبها من وأنت لسه في ثانوي؟ دي مين دي بقى يا ابني؟ يا نهار أبيض على جيلكم. دي جيهان يا ماما. جيهان مين؟ أنا معرفش حد اسمه جيهان، هي الميس بتاعتك بس. ما هي دي البنت اللي أنا بحبها. يا نهارك أبيض، أنت بتقول إيه يا واد؟ والله عالي يا سي مهاب، جايب لي واحدة أكبر منك ب15 سنة وعاوز تتجوزها، وهي بقى عارفة الموضوع ده؟ هتعرف منين بس؟ مش جيهان مش ممكن أبدا توافق بحاجة زي دي. لا، جيهان بتحبني وأنا أهم حاجة بالنسبة لها. لا وانت الصادق، دي فلوس أبوك وأمك هما اللي أهم حاجة بالنسبة لها. هو طبعا فضلنا في دوشة كبيرة مدة طويلة، مش عارفة أعمل إيه ولا أحلها إزاي. الواد مصمم عليها ومش شايف حد غيرها. أكيد هي اللي حطت في دماغه الكلام ده. جيهان مدرسة ابني بقالها أكتر من 3 سنين، شايفانا وشايفة حياتنا، وأكيد طمعت فينا وشافت إن دي أسهل طريقة عشان تعيش العيشة اللي بتحلم بيها. رحت وجبت اخواته واتكلمت معاهم كتير، وهم بصراحة حاولوا لما قالوا يا بس معاه إنهم يقدروا يقنعوه، إلا أبدا الواد اللي في دماغه هو لا راضي يتنازل عن كلامه. ده أنا ابني لسه في أولى كلية يروح يتجوز لي واحدة عندها 33 ولا 34 سنة؟ ده يرضي مين ده بس يا ناس؟ هو نزلت وقابلت سلوى صاحبتي، قلت أفك معاها بكلمتين يمكن ألاقي عندها النصيحة أو الحل اللي عقلي مش قادر يوصله. هو أول ما حكيت لها: طب اهدي بس يا ناهد، إن شاء الله خير. بصي، تقريبا نفس الموقف ده قريب منه جدا مر قصادي مع بنت جارتي. البنت يا ناهد كانت زي القمر، وفجأة مامتها لقيتها داخلة عليها وبتقول لها: أنا ما بحبش غيره، مش ممكن أتخيل نفسي متجوزة أي راجل تاني يا ماما، أرجوكي توافقي. ومامتها تتحايل والدادي ودي أبدا تشد وتزعق، وبرضه مفيش فايدة. البت اللي في دماغها قفلت على الراجل ده خلاص. كان راجل كبير عنها بكتير يا ناهد، ولا في نفس المستوى الاجتماعي ولا في نفس المستوى المادي ولا حتى السن مناسب، حالته حالة. وطبعا السن بتاع البنت ده ما كانش عاوز الشدة والعند. انت عارفة المرحلة دي دايما الممنوع مرغوب، واللي في دماغهم دايما بيعتقدوا ان هو اللي صح، هو ان احنا جايين عليهم. وده بقى اللي جارتي اخدت بالها منه بسرعة، وقالت لي انها مش هتهتم لا برأي الناس
ولا بشكلها قصادهم، وعشان كده هتوافق على الخطوبة من الراجل ده. ايه؟ توافق؟ ازاي توافق؟ لا، دي كان ليها بقى بعد نظر وتفكير ما يجيش على بال حد. اسمعي يا ستي. بجد يا ماما؟ بجد وافقتي؟ يا حبيبتي، بس اسمعي بقى، اهم شرط ان الخطوبة ما تقلش مدتها ابدا عن 2 سنين. ماشي يا ماما، ماشي، مش مهم، اي شرط ليكي هنوافق عليه على طول انا وهاني. وبعد الخطوبة اتحملت كل اللوم من كل الناس اللي حواليها، اللي يقول لها ازاي تعملي كده في بنتك، واللي يقول لها ازاي توافقي على كده مع بنتك. لكن هي ايه؟ ما اهتمتش. كان قصادها هدف معين، وهو انها تظهر عيوبه كلها قدامها، تخلي بنتها بنفسها هي اللي تحط ايديها على كل العيوب. مثلا يعني بقولك ايه يا رنا، بقالنا كتير مش بنعزم صحابك عندنا. اسمعي بقى، بكرة عيد ميلادك، خليهم يجوا نتغدى سوا، وبعدها هعملك حتة عيد ميلاد. انما ايه؟ بجد يا ماما؟ ده ايه الدلع ده كله؟ يا سلام، هو انا عندي كام رنا بس؟ يلا بقى، يلا يا حبيبتي، اتصلي بهاني كمان اعزميه، وما تنسيش كل صحباتك، اللي متجوزة تجيب جوزها معاها، واللي مخطوبة تجيب خطيبها برضو. خلينا نتلم ونتجمع كده كلنا. كانت زي ما تكون يا ناهد عاوزة تفرج بنتها على اختيارات صحابها واختيارها الحلو هي، وده اللي حصل فعلا. كل صحابها بقى، اللي جوزها مهندس، واللي محاسب، واللي دكتور، واللي ده غير سنهم اللي ما شاء الله عليه شباب صغير زي الورد من سن أصحابها. البت كان شكلها طول العزومة متغير، وهي شايفة ولمسة الفرق بنفسها. ده غير طبعا طريقة الأكل ولا أسلوب الكلام، كل حاجة مختلفة عننا. ده بقى كوم، ورأي أصحابها كان كوم تاني خالص. يا نهار أبيض على هاني خطيبك يا رنا، هو بيتكلم كده ليه؟ كده ليه ازاي يعني؟ ما هو بيتكلم عادي اهو. بقى ده عادي ده برضو يا شيخة؟ اوعي تزعلي يا رنا، هو بس اللي تصرفاته غريبة شوية، وكمان شكله بيحب الأكل قوي. هقوليلي، هو انتوا هتتجوزوا امتى؟ لسه، ماما مصممة بعد 2 سنين. هياه، بس دول كتير قوي. لا عادي، ولا كتير ولا حاجة. طب ما انتي كمان اتخطبتي 2 سنين ودلوقتي متجوزة ومبسوطة. لا، مش ده اللي أقصده. أنا أقصد إن هاني كبير، فعشان تلحقي بس انتي وهو تجيب لكم بيبي يكبر قصاد عين أبوه. كل ده والبت بتسمع من غير أي كومنت، ساكتة خالص. بصراحة يا رنا، من غير زعل، هاني مش لايق عليكي خالص، مش شبهنا كده. ده غير طبعا إنه أكبر منك بكتير. كلنا قلنا الكلام ده أكتر من مرة، وانتي مفيش فايدة فيكي. عموما خلاص بقى، ربنا يوفقك. وبعد عيد الميلاد، ماما، هو هاني كان شكله مختلف عن جوز روان وخطيب منا؟ أقصد يعني في لبسه وفي كلامه، أسلوبه يعني يا ماما، حتى يعني طريقة الأكل بتاعته، هو كان مختلف. والله يا رنا، هو ده اللي أنا قلتهولك، إنه مش شبهنا يا حبيبتي، ومش شبهنا في كل حاجة. لكن انت حسيتي بالاختلاف ده لما شفتيه مع جوز روان وخطيب منا، لأن الولدين زينا ومتقربين مننا في كل حاجة، فده اختيارك انت، وانت حرة فيه. قلت لي عاوزاه يا ماما، قلت لك التكافؤ أهم حاجة للجواز يا بنتي، السن، المستوى الاجتماعي، حتى المادي. ساعتها انت ما اقتنعتيش، فبراحتك بقى وانت حرة. مفيش، بعد الموقف ده بكام شهر البنت قربت أكتر وأكتر، وأخدت بالها من طريقة الكلام وكل العيوب اللي كل أصحابها علقوا عليها، اللي كانت هي مغمضة عينها عنها. فتحت وشافتها، وراحت وجرت على مامتها وطلبت إنها تفركش الخطوبة بنفسها. أنا عاوزاكي تسايسيه، تقنعي إنك وافقتي، لكن بشرط اسمعيني كويس بقى، وتقولي له كل الكلام اللي هقولهولك ده، بالاتفاق طبعا مع باباه. بص يا مهاب، أنا فكرت كتير أنا وباباك، ولقينا إننا ما نقفش قصاد سعادتك. أيوة يا مهاب، بص يا حبيبي، أنت لسه في تانية كلية،
خلص كليتك واستقر كده، وبعدها بقى ابقى ابني نفسك معاها براحتكم. ايه يعني ايه؟ انا كنت عاوز على الاقل اروح اخطبها دلوقتي. اسمع يا مهاب، احنا ضيوف شرف في الجوازه دي انا ومامتك. اشتغل وحوش، ولما تجهز كل طلبات الجواز روح واخطبها، وبقى ساعتها عزمنا. لكن احنا اسفين، ما عندناش ليك اي مساعده ماديه للجوازه دي. حبيبتي يا سلوى، ربنا يخليكي ليا، يسلم لي دماغك الحلوه دي. طبعا لما مهاب راح للهانم وبلغها بقرارنا، افتكرت ان مسافه شهر ولا 2 وهنسلم لزن مهاب ونساعد بقى بكل اللي كانت بتحلم بيه، الشقه اللي في المكان الفلاني والشبكه اللي في المكان العلاني. الاسباب الحقيقيه اللي خلتها تلعب بمشاعر الولد وتستغل انه لسه يدوب بيبدأ يحب زي اي شاب في سنه يا حبيبي. فقالت بقى اقنعه اني بحبه، واهو الخير ده كله هيبقى ليا نصيب فيه. بس البنت اتفاجئت اننا واخدين قرار ونهائي كمان. هي مش عاوزة تتجوزه، تستناه بقى يبني نفسه ومستقبله ويشد حيله كده من غير اي مساعدة من اهله. والنتيجة انتم السبب، انتم اللي خليتوها تسيبني. لا حاسب يا مهاب، مش احنا السبب ولا حاجة. هي بس بانت وظهرت على حقيقتها لما عرفت ان كنز علي بابا مش هيتفتح لها. فكر كده مع نفسك، فكر لدقايق، هتلاقي ان جيهان لما لقيتنا هنشيل ايدينا من اي مساعدة ليك، وحتى شغلك اللي كان بابا مجهزهولك في شركته خلاص مش هيتم. قالت طب وعلى ايه؟ انا عليا بايه من ده كله؟ اللي يحبك هيحبك زي ما انت، هيستناك، مش هيحبك علشان فلوس بابا ولا مستوى ماما. طبعا وقتها كلامي ولا أثر فيه، بس معلش مع الوقت أكيد هيعرف إن كان عندي حق. المهم إني بينتها قصاد نفسها وعرفتها إني فاهماها كويس. ولقيت في يوم من الأيام مهاب جاي لي وبيقول لي أنا وباباه: أنا آسف يا بابا، آسف ليك أنت وماما. آسف على إيه يا حبيبي؟ آسف عشان ما صدقتكوش لما قلتولي إن جيهان مش مناسبة ليا وإنها ما حبتنيش. طب وهو إيه اللي جد يا مهاب؟ اللي جد إن إحنا بعد ما سيبنا بعض بشهرين 3 راحت واتخطبت وهتتجوز قريب وتسافر معاه كمان. اللي يقدر ينسى ويكمل بالسرعة دي أكيد يبقى محبش من البداية. وإحساسي إنها ما كانتش بتحبني ساعدني قوي إن أقدر أنا كمان أنساها وأكون مرتاح من غيرها. فرحت قوي وقتها، حمدت ربنا على وقوفه جنبي وإنه رجع لي ابني لنفسه وفتح عيونه على الحقيقة. هاي اللي أقدر أقوله لكم، إن السن ده عاوز الهدوء وطولة البال والدعاء الكتير ليهم، وإن ربنا يقوينا عليهم ويقدرنا على تربيتهم ويبعد عنهم كل القلوب اللي مش صادقة والنفوس الضعيفة.